المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. تقبل الله سبحانه وتعالى منكم سعيكم ومجيئكم الذين لم تخرجوا رياء ولا بطرا، إنما خرجتم استجابة لنداء النصرة، استجابة للدم الفلسطيني، استجابة للقدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فهنيئا لكم بخروجكم هذا، وجزاكم الله كل خير على تضامنكم مع الشعب الفلسطيني. نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من استجاب لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، استجابة لهذا النداء الذي يدعو للتضامن ويدعو للتنديد بالكيان الإسرائيلي. نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من استجاب، وفي مقدماتهم جماعة العدل والإحسان والاتحاد وكذلك الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكذلك كل الجمعيات والهيئات التي جاءت من ربوع المغرب لكي تشارك ولكي تتضامن مع القضية الفلسطينية. ونحن نقف في هذا الموقف، والشعب المغربي يقف هذا الموقف، وهناك هموم محلية كهموم نقابية يمثلها السككيون ويمثلها من ينفذ بتضييع المال العام، ويمثلها كل الفئات التي تكتوي بلظى نار الفساد والاستبداد. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن هذه الهموم المحلية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنسينا الهم الأكبر، وهو القضية الفلسطينية التي نتضامن معها استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا أمة مسلمة وجعلنا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نجتمع اليوم لنقول بصوت واحد أننا ندعو لتحرير القدس الشريف، أننا ندعو ونندد بسياسات التهويد التي تحاول أن تطمس الهوية الإسلامية وتجتث كل المقدسات الإسلامية من أرض فلسطين. إننا نقف اليوم لكي نندد بالمجازر الإسرائيلية التي ترتكب في حق شباب وشيب فلسطين. إننا نقف اليوم لكي نندد بالسكوت وبمؤامرة المنتظم الدولي الذي يكيل بمكيالين والذي يشكل سندا للكيان الصهيوني لكي يستمر في تقتيله ولكي يستمر في تنكيله بالشعب الفلسطيني. إن هذه المسيرة التي ابتدأت منذ بدايتها بما يقارب 100,000 مشارك، وهي في زيادة كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية. إن دلت على شيء فإنما تدل على أن القضية الفلسطينية تسكن قلوب المغاربة، وأن القضية الفلسطينية تعيش في وجدان المغاربة رجالا ونساء. إننا نقف اليوم في هذا المشهد العظيم لكي نعلن ولكي نقول لإخواننا في فلسطين، لإخواننا في غزة: وعهد الله لن نخون فلسطين في العيون، وعهد الله لن نخون فلسطين في العيون، عهد الله لن نخون فلسطين
إننا نقف اليوم في هذه المسيرة الحاشدة لكي نقول للشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة وفي رام الله المضطهدة وفي أراضي 48 الذين يضطهدون ويضيق عليهم في المعيشة ويضيق عليهم في النقل لكي يتم تهجيرهم من أراضيهم ومن ديارهم. إننا نقول لهم جميعا، لكل الفلسطينيين وكذلك القابعين في السجون الإسرائيلية وعلى رأسهم المناضلة المجاهدة التي تدخل في إضراب عن الطعام لا محدود، ولكي نقول للذين هم في الشتات بأن الشعب الفلسطيني كله الشعب المغربي معه جميعا. إننا نقول للفلسطينيين بأننا معكم قلبا وقالبا، وبأننا محبين لكم، وبأننا لن نتخلى عن قضيتكم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن هذه المسيرة تأتي في سياق الفعاليات التي تسبق المسيرة العالمية الدولية التي تتجه إلى فلسطين. اليوم تخرج القوافل من مختلف دول العالم تضم المناضلين، تضم الأحرار العالم، كلهم يتجهون صوب القدس، يتجهون صوب فلسطين لكي يفضحوا